إخوانا المغاربة السلام عليكم. دائما في الموضوع ديال المتقاعدين العسكريين، يعني بغيت غير نهضر في واحد الجانب اخر، هو ان بعض الحالات كتكون كدايز ولا غادي وتيوقف عليك شي واحد بشي كرفان هو شي مرا، وتيكون تيهضر يمكن ربما يهضر الفرنسي ولا الانجليزي، المهم كتفهم واش تيقول. تيبغي يسولك تيدخل معاك في الهضره وداك الشيء، وكتسولو كتقول ليه انت شنو كنتي كدير ولا شنو. تيقول لك اودي انا كنت عسكري، كان عندي الكراد ديال سيرجون باغ اكزومبل في فرنسا، ولا كنت في ميريكان ولا في الانجليز ولا في شي دوله، المهم كيفما كان الحال. وكتقول لك المهم انا كنتمتع دابا شديت التقاعد ديالي انا كندور. دابا علاش هاد المتقاعد في الدول الاوروبيه عايش بكرامه تقريبا وحنا لا؟ هاد السؤال ولا يتطرح بزاف، ماشي غير صدفة، ولكن حيت كاين فرق كبير في الطريقة ديال التعامل مع يعني المتقاعد، خصوصًا المتقاعد العسكري بصفة عامة. هادي إلا كنا كنهضروا على المتقاعد، الدول الأوروبية المتقاعدين واخا يكون عسكري ولا مدني كيخرج من الخدمة وراسو مرفوع، هو عنده يعني تقاعد محترم يعني وتغطية صحية مزيانة وإمكانيات يعيش بها بلا خوف. يقدر يتنقل، يعني يسافر ويعيش حياته بكرامة. ولكن عندنا الواقع مُر يعني وصعب. المتقاعد العسكري اللي عطى العمر ديالو للوطن واللي دوز سنوات في الانضباط والتضحيات، كيلقى راسو من بعد التقاعد يعني واحد المعاش اللي هو هزيل وضعيف، ما غاديش مع هاد الغلا اللي واقع دابا. وهاد الأمراض راك عارف الإنسان ملي تيكبر تيوليو عنده أمراض مزمنة ومصاريف طبية يعني ثقيلة، مشاكل تلقاها في السكن وتلقاها وعدم الاستقرار، وهو كيحس بالحقرة والنسيان. دابا ملي كنطرحو تنقول أودي فين كاين المشكل؟ شحال من تنقولو فين كاين هاد المشكل، هاد القضية دي؟ الجواب واضح وما فيه حتى لف ولا دوران. أولًا ما كايناش واحد السياسة اللي هي عادلة ديال المتقاعد. في الدول المتقدمة التقاعد تتكون هي مرحلة مضمونة فيها حقوق واضحة. عندنا المعاش كيتحسب بطريقة ما كتراعيش داك الواقع ولا داك الحجم ديال التضحيات اللي دوز هذا الانسان وهذا العسكري مسكين، لا يدوزها في الصحراء ولا بغى الصحراء، ما يدوزها في صفوف الجيش الملكي فايق ليل ونهار. ثانيا الاولويات ماشي في بلاصتها تقريبا. كاين واحد الصرف كبير في مجال، يعني في مجالات اخرى المتقاعد كيتخلى عليه هذه مسائل، وكان ولا بيريمي ولا سالات المهمه ديالو. ثانيا الصوت ديال المتقاعد ضعيف ما كيوصلش سبحان الله العظيم. الدول الاخرى المتقاعدين عندهم جمعيات، عندهم نقابات قويه كيدافعوا عليهم. عندنا الصوت ديالنا حنا ما كيوصلش بالشكل اللي خاصو يوصل به. وتتلقى كاع هاد الناس هادو اللي كتهضر تيتهربوا من المسؤولية، تيخافوا على راسهم. حنا ملي كنناقشوا ولا تنبغيو نهضروا مع شي واحد داك الشيء تنمشيو تنلقاو المسؤول تيتهرب، ما تيبغيش يعطينا، خايف على الامتيازات ديالو وخايف على بلاصتو وخايف على المستقبل ديالو. وكنسمعوا بزاف هاد الملف راه حساس، ملي كتقول لهم الملف ديال المتقاعدين العسكر تيقول لك هاد الملف حساس وخاصو قرارات من الفوق، يعني من عند صاحب الجلاله. ولكن هاد الكلام هذا في الغالب كيتستعمل غير باش ما يوقعش شي تغيير. خامسًا لولا نقدر نقول أنا ما عرفتش خامسًا فين وصلت، غياب داك العدل بين الناس. يعني ماشي معقول واحد دوّز 30 ولا 40 عام في الميدان كيعيش بصعوبة، وواحد آخر خدم غير 5 سنوات ولا سنوات قليلة وعايش مزيان وكيشد الزبالة ديال الفلوس الشهرية. هاد الشي كيحرق القلب وكيخلق إحساس يعني بالظلم. تنعرفوا بأن كاين الظلم، كاين غير يعقل واحد دوز 5 سنين 4 سنين وخرج واحد تيتخلص بعدا تيتخلص 5 مليون 4 مليون في الشهر، وملي كيخرج كيخليو ليه تاني زبالة ديال الفلوس ويعطيو. هادي الشي راه ماشي مزيان. المهم راه الرسالة راه واضحة، حنا ما كنطالبوش بالمستحيل، وما كنطالبوش غير إلا الحق ديالنا، معاش يحفظ الكرامة ديال الوجه ديالنا، وعلاج كيحترم سكن مستقر يعني، واحترام حقيقي لهاد الناس اللي عطاو للوطن كل ما فيه جهد، كاع داك الشي اللي عندهم عطاوه للوطن.
راه دوزنا عمر كامل نهار وليل في الخدمة ديال البلاد، واليوم بغينا غير نعيشو بكرامة وما يكونش شي خوف وبلا قلق. هاد الكلمة هادي بغيناها تكون من القلب هذا. الدولة اللي ما يعني كتكرمش ولادها، آآ يعني ملي كيساليو من الخدمة، راه ما يمكنش تطلب من الأجيال اللي غادي تجي من ورانا نفس الخدمة اللي كنا درنا، لحقاش أنهم ما غاديش يديروها، لحقاش شافونا وشافوا أشنو خدينا من ورا هاد الشي كامل ديالنا. والسلام عليكم، وإلى اللقاء في موضوع قادم إن شاء الله.